في تايمر على الشاشه شغال طول الفيلم بيقول لك الفاينل انكيرجن هيحصل امتى، زي مثلا 3 ايام قبل الفاينل انكيرجن، يومين قبل الفاينل انكيرجن، ساعتين قبل الفاينل انكيرجن، ثانيه قبل الفاينل انكيرجن. I just never get a break. حبيب قلبي عامل ايه؟ من مسلسل لوكي عرفنا ان كان في حرب دايره في المالتيفيرس ما بين كل نسخ كانج، ولكن في النهايه فاز في الحرب دي نسخه هيو ريمينز. طب هيو ريمينز ده فاز ازاي يعني؟ مش فاهم. هقولك، كل اللي عمله ان سخر كيان اسمه إلايس انه يفايت معاه، وإلايس ده كيان موجود خارج الزمان والمكان وبيشبه السحابه، وعنده القدره انه يستهلك الماده والطاقه والزمن، يعني يقدر بكل سهوله انه يقضي على اي كون باكمله. وده بالفعل اللي عمله هيو ريمينز، وقضى على اكوان لا متناهيه في المالتيفيرس، ووصل لمكان اسمه قلعه اخر الزمان، وهناك عمل التي في اي وجهاز التمبرال لوم. والتي في اي دي تقدر تعتبرها شرطه الزمن، ووظيفتهم ان هم يمنعوا اي حد يسافر في المالتيفيرس، وانهم يمحوا اي تفرع او كون جديد يظهر خارج اطار السيكريت تايم لاين. طب والسيكريت تايم لاين ده جه منين؟ بص، زي ما قلت لك كده ان كانج عمل جهاز اسمه التمبرال لوم، وده الجهاز اللي جمع فيه كل اكوان المالتيفيرس وخلاهم كلهم ماشيين مع بعض في تناغم بدون تدخل اي كون مع كون تاني. من الاخر كده مفيش حاجه اسمها سفر في المالتيفيرس، وكل كون ماشي لوحده على حده، وخلى الكون الاساسي للتمبرال لوم ده هو كون 616 المعروف بالسيكريت تايم لاين او الخط الزمني المقدس. والدليل على ان احداث عالم مارفل بتدور في كون 616 هو المشهد اللي قدامك ده من ديدبول 3 اللي بيأكد ان عالم مارفل السينمائي هو كون 616. فبالتالي كل الاحداث اللي احنا شفناها بدايه من انكريدبل هالك وايرون مان 1 ولحد نهايه لوكي سيزون 2 هي من كتابه هيو ريمينز، وهو ده السيناريو اللي عامله الكون 616 باحداثه بتفاصيله بشخصياته. وده معناه يا حبي ان هيو ريمينز هو اللي اختار ان احداث انفينيتي وور واند جيم ان هي تحصل بالشكل اللي احنا شفناه ده، وكمان نهايه توني ستارك برضه من اختياره. والدليل على كده اننا شفنا نهايه تانية لثانوس في كون 838 على ايد الالوميناتي باستخدام كتاب اسمه بوك اوف فيشانتي، والكتاب ده عمرنا ما سمعنا عنه حاجه ايام الفايت مع ثانوس، وحتى دكتور سترينج نفسه ما كانش يعرف عنه حاجه في المليون مره اللي شافهم بتوع فايت ثانوس دول. فالكلام كله بيأكد لك ان هيو ريمينز اعاد كتابه الاحداث اللي هتحصل في كون 616، وهو نفسه قال كده لوكي ان هو اللي رسم الطريق للوكي عشان يوصل له، والطريق ده كان بدايته ان خلى توني ستارك يوصل لطريقه السفر بالزمن وسابهم يسافروا فعلا، وكمان سابهم يغلطوا في التايم لاين ده عشان التايم لاين ده هو اللي اخد منه لوكي ووداه تي في اي. الله، طب ايه لازمه كل ده يا عم حسوبه؟ وايه علاقته بدومز داي؟ احب اقول لك ان اللي انا حكيته لك ده هو اساس كل حاجه حصلت ولسه هتحصل في الام سي يو، فركز معايا بقى عشان النهارده جاي لك بتسريب مهم جدا عن الفيلم، فمشاهدتك للفيديو النهارده على مسؤوليتك، لان احتمال كبير يكون كل اللي هقوله لك ده يحصل فعلا. والفيديو ده هو الجزء الثالث من سلسله فيديوهات اقوى تسريبات عن دومز داي، فما تنساش تشوف الفيديوهين دول عشان تبقى مجمع كل حاجه، وسمي الله في قلبك كده، وما تنساش لايك كلمتين والسبسكرايب الجميل واعيرني انتباه. التسريب بيقول يا ريس اننا هنعرف الاوريجين ستوري بتاع الدكتور دوم، وهنعرف ان ليها علاقه بكانج وتوني ستارك. طب ازاي؟ الحقيقه ان كانج لما جاي يفصل كون 616 عن باقي الاكوان ويخليه الخط الزمني المقدس، خلاه مختلف تماما عن باقي الاكوان، وخلاه يقتصر بس على عدد محدود من الهيروز زي الافنجرز والجارديان اوف ذا جالاكسي، انما خلى الاكس مين في كون تاني والفانتاستيك فور في كون تالت، واعاد كتابه سيناريو كون 616 زي ما قلت لك. وفي السيناريو ده دكتور دوم كان ليه وجود اكيد، بس كانج كتبه بصيغه تانية وخلاه يبقى توني ستارك مش فيكتور فان دوم، وعشان كده هتلاقي ان نسخه فيكتور فان دوم اللي هيتم تقديمها في دومز داي هي نسخه طبق الاصل من توني ستارك. طب وليه كانج يعمل كده من البدايه اصلا؟ احب اقول لك ان اثناء حرب المالتيفيرس ما بين الكانجز اكيد دكتور دوم كان في الحرب دي، واكيد حاول يتحدى كانج، واكيد كانج عرف مدى خطورته، بس ما كانش هو المشكله الكبيره، على قد بقى الكانجز ما كانوا هم الحرب الحقيقيه اللي فاز فيها هيو ريمينز. فبالعقل كده اكيد لما يجي يعمل كون 616 مش هيخلي فيه نسخه من نسخ دكتور دوم، انما ممكن يعيد صياغه شخصيته ويخليه هيرو الكون ده كمان. وانا في اعتقادي الشخصي ان دكتور دوم في دومز داي هيبقى عارف عن كانج، وعارف اللي حصل في المالتيفيرس وور، وعارف ان كانج فصل كل الاكوان عن بعض، وانه بقى المتحكم في كل المالتيفيرس، واكيد دوم هيبقى مش عايز ان ده يتكرر تاني، وانه يبقى صفر على الشمال، واكيد هيوصل انه يدمر المالتيفيرس ويجمع كل الاكوان وكل الشخصيات في كون واحد بس، وهو كون الباتل وورلد.
وعشان كده بنسبة 90% ان الربع الاخير من الفيلم هتدور احداثه في التي في اي عند لوكي، لان ما تنساش ان لوكي دلوقتي هو المتحكم في المالتي فيرس كله مش كانج. ولو عندك شك ان لوكي بقى في المكان اللي هو فيه ده دلوقتي بناء عن خطة هي ريمينز، احب اقول لك يا ويلكم بيك، انا كمان فكرت كده وعملت فيديو كامل عن الحوار ده، يا ريت تشوفه وتقول لي رايك. طبعا يا حب من مشاهدتك ليا الفتره اللي فاتت هتبقى عارف مني اننا هنشوف كذا فريق في دومز داي، فريق الافنجرز الخاص بسام ويلز والكابتن امريكا، وفريق ثاندر بولتس الخاص بإلينا بيلوفا، وفريق الفانتاستيك فور من كون 828، واخيرا فريق الاكس مين من الكون اللي اتنقلت ليه مونيكا رامبو. ولو جيت بصيت على الحوار ده هتعرف ان اكيد هيكون في سفر بالمالتي فيرس ما بين الاكوان دي، سواء بقى الافنجرز راحوا كون الاكس مين او الاكس مين هم اللي هيجوا كون 616. المهم اننا هنوصل في الاخر ان كون 616 هيكون فيه كذا انكيرجن وتصادم بيحصل فيه، وعشان كده التسريب بيقول ان سام ويلسون وشوري وبيست هيعملوا جهاز يقدر يعرف الانكرجن اللي جاي هيحصل امتى، وهيبقى فيه تايمر على الشاشه شغال طول الفيلم بيقول لك الفاينل انكرجن هيحصل امتى، زي مثلا 3 ايام قبل الفاينل انكرجن، يومين قبل الفاينل انكرجن، ساعتين قبل الفاينل انكرجن، ثانيه قبل الفاينل انكرجن. تقترب علينا. وطبعا الفاينل انكرجن ده هيكون بمثابه يوم هلاك الافنجرز، افنجرز دومز داي، وده اصلا المغزى من اسم الفيلم. اما المغزى التاني فبيكون اسقاط على دكتور دوم اللي هيكون على مدار الفيلم اكيد عامل الفريق بتاعه اللي هيضم مارفل هيروز واكيد برضو مارفل فيلنز. فتفتكر مين هيكون في فريق دكتور دوم؟ يا ريت تقولي توقعاتك في الكومنتات. المهم يا ريس انك لو جيت بصيت على موضوع جهاز كشف الانكرجن ده هتلاقي ان الكلام ميك سنس، ومش عشان الجهاز انما عشان الشخصيات اللي بتعمل الجهاز. لاحظ معايا ان شوري من اذكى الشخصيات في عالم مارفل حاليا، وما تنساش ان هي الوحيده اللي كانت هتقدر تشيل المايند ستون من فيجن في انفينيتي وور. عندك كمان سام ويلسون، ما تنساش ان سام من الناس القديمه قوي في مارفل وعاصر ايفنتات خطيره جدا حصلت في كون 616، زي احداث السيفل وور اللي حصلت ما بين الافنجرز، ده غير الفايت ضد ثانوس في واكاندا والفاينل فايت في اند جيم، ده غير كمان انه بقى كابتن امريكا ودخل في فايت ضد ريد هالك. المهم ان هو دلوقتي بقى مؤهل يبقى ليدر في اي ايفنتس هتحصل، ده غير بيست بقى. لاحظ معايا انه في افلام اكس مين كان يعتبر من اكتر الشخصيات ذكاء، ويعتبر حد زي شوري كده في الاختراعات والتكنولوجيا، فشيء طبيعي وميك سنس انك تلاقي الثلاثه دول هم اللي هيعملوا جهاز اللي بيعرف الانكرجن، ومش بعيد كمان انك تلاقي ريد ريتشاردز منضم ليهم، هو ده اي حد برضه. وبنروح عزيزتي لفوج فاشن شو، وده يعتبر النسخة الجديدة من سلسلة عروض الأزياء العالمية اللي بتنظمها مجلة فوج، والنسخة دي المرة دي اتعملت في استديوهات بارامونت بيكتشرز في LA، وجمعت ما بين عالم السينما والموضة في عرض واحد ضخم. وبعديها يا حبيبة قلبي في العرض ده بنشوف كاست فيلم بلاك بانثر كله بيقوم بفاشن شو هناك، الدورة ميلاجا بقى والكوين ماذر، وبيكون معاهم الممثل دامسون إدريس اللي كان لسه مشارك في فيلم F1، وده الممثل اللي كتر عليه الكلام قوي الفترة اللي فاتت انه هيبقى البلاك بانثر الجديد. ووجوده مع كاست الفيلم بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده بيأكد فعلا انه ممكن يكون البلاك بانثر الجديد، وفي اعتقادي الشخصي انه هيكون نسخة فاريانت من تشالا اللي هيتم تقديمه في الMCU، والكلام ده خلي بالك مش اول مرة اقولهولك، وكنت قايلهولك قبل كده في الفيديو بتاع نهاية ثور، ما تنساش تشوفه عشان كان فيديو جامد، و90% من اللي كنت قايلهولك في الفيديو ده بيحصل حاليا اهو. وبنروح بعديها لديزني شو كيس اللي حصل في البرازيل، والحدث ده واحد من اكبر العروض الترويجيه اللي بتعملها شركه ديزني في امريكا اللاتينيه وبالذات في ساو باولو البرازيل، وبيبقى الهدف منه استعراض المشاريع المستقبليه من استوديوهات زي ديزني ومارفل وبيكسار، وعشان كده الحدث ده يعتبر النسخه المصغره من دي 23. المهم ما عليك ان في الحدث ده تم عرض بوستر سيكريت وورز اللي قدامك ده، والبوستر ده بيبقى فان ميد ومش رسمي، بس ايه اللي يخلي مارفل تعرض بوستر مش رسمي في حدث زي ده الا لو كان البوستر ده فيه فعلا شخصيات هتظهر في سيكريت وورز، واهم حد في البوستر ده هو شخصيه البيوندر، وبكده ده اول تلميح من مارفل على ان احتمال كبير نشوف البيوندر في احداث سيكريت وورز. والبيوندر ده كيان كوني غامض جدا ويعتبر واحد من اقوى الكائنات في مارفل كلها، واول ظهور ليه كان في كوميكس سيكريت وورز 1984، وتم تقديمه على انه مخلوق موجود خارج الكون نفسه، يعني مش من اي واقع او بعد من ابعاد المالتيفيرس، لكنه جاي من ورا الاكوان كلها. القوة بتاعته كانت خارقة لدرجة انه يقدر يغير الواقع، يصنع كواكب، يبدل قوانين الفيزياء، او حتى يمسح اكوان كاملة من الوجود لو حب، وكان هو الفيلن الاساسي في سيكريت وورز الكلاسيكية دي، لانه ببساطة قرر يعمل تجربة عشان يفهم مفهوم الخير والشر عند البشر، فراح خاطف مجموعة ضخمة من الهيروز والفيلنز وحطهم كلهم في كون هو صنعه بنفسه اسمه باتل وورلد، وقال لهم اللي يقتل اعدائه هياخد اي حاجه يتمناها، وده اللي اشعل الحرب ما بين الهيروز والفيلنز. وعلاقته بدكتور دوم في القصه دي
هي ان دكتور دوم حاول يسرق قوة البيوندر عشان يسيطر على الكون كله، وفعلا نجح بس لفترة بسيطة، وفي الاخر ما قدرش يتحكم في القوة المهولة دي. اما نسخة البيوندر اللي تم تقديمها في كوميكس سيكريت وورز 2015 فهي مختلفة تماما عن النسخة الكلاسيكية بتاعت الثمانينات، ومش بيكون البيوندر هو اللي عمل الحرب، انما المرة دي المحرك الاساسي للاحداث بيبقى دكتور دوم نفسه بعد ما اكتشف وجود كائنات تعرف باسم البيوندر. وفي الاصدار ده البيوندرز مش كائن واحد، انما عرق كامل من الكائنات الكونية بيعيشوا خارج المالتيفيرس، ومش بيخضعوا لاي قوانين فيزيائيه او زمنيه، وبتبقى قوتهم كبيره لدرجه ان هم ممكن يخلصوا على كل الكائنات الكونيه اللي بتحافظ على توازن الاكوان زي ايترنتي والسيليشيالز، وده اللي بيسبب انهيار المالتيفيرس بالكامل، والاكوان بدا يحصل ما بينهم انكيرجن لحد لما دكتور دوم بيعرف بانهيار المالتيفيرس وبيقرر ان هو يواجه البيوندرز بنفسه، وبمساعده دكتور سترينج وموليكول مان قدر دوم ان هو يخدع البيوندرز ويسرق قوتهم الكونيه. ومن هنا دوم استخدم القوه دي في اعاده بناء الاكوان المنهاره على شكل عالم واحد جديد اسمه باتل وورلد، وفي العالم ده دوم بيعرف باسم جاد امبرور دوم، الحاكم الاوحد والمطلق للباتل وورلد. ولو لاحظت هتلاقي ان كل اللي انا بحكي فيه ده هو اصلا متسرب له الكونسبت ارتس دي اللي اتكلمنا عليها من فتره، واللي بتاكد كلامي اللي بقوله لك. ففي وجهه نظرك كده شايف ان البيوندر هيظهر فعلا في سيكريت وورز، ولا البوستر ده كان غلطه من مارفل وانه مش هيظهر ولا حاجه؟ يا ريت تقول لي رايك. تاني شخصيه بقى في البوستر ده هي شخصيه مايلز موراليس، وده تلميح تاني من مارفل على اننا ممكن نشوف مايلز موراليس في سيكريت وورز. وطبعا الكلام ده لو حصل هيبقى بعد فيلم سبايدر مان بيوند ذا سبايدر فيرس اللي هينزل 2027، ولو هيظهر في سيكريت وورز فعلا يبقى لازم في اخر الفيلم يبنوا للظهور ده ويعرفونا اذا كان مايلز اللي هيظهر ده هيبقى نسخه انيميتد ولا هيحولوها لايف اكشن. واهم حاجه دلوقتي انك لازم ترجع تشوف الفيديوهات اللي قدامك دي عشان تفتكر معايا كده كل الكلام اللي احنا قلناه عن دومز داي، سواء تسريب بدايه الفيلم او تسريب نظريه الانكر بينجز. واكيد طبعا ما تنساش تشوف الفيديو اللي فات اللي قلت لك فيه على الريسنت نيوز الخاصه بدومز داي وبراند نيو داي، واشوفك الفيديو الجاي يا ريس. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي بتقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو حسب انت سامعني منين، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولايك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك ابراهيم حسوبه من حسوبه توكس، سلام.